ضلال سعيد بن حيدر اللي كلمنا عن الاعمال اللي شارك فيها برمضان السنه دي وخصوصا برنامج رامز جلال. لصعيد دراما شاركت في مسلسلات دبي لندن دبي، ومسلسل القياضة ومسلسل لو اني اعرف خاتمتي، وتنوعت شخصيات طبعا. حاولت اني انا العبها بشكل مختلف بحكم دوري في حسب كل شخصيه حسب دورها في كل عمل. البرنامج اللي هو الاهم وانا اعتبره نقله كثيره، اي فنان طموح عنده خطه في حياته، هدفه انه فعلا ينتشر ويقدم فن راقي. كانت خطوتي اني انا يعني بوابه مصر، ووفقت الحمد لله بفضل من الله اني كنت احد المشاركين في برنامج رامز واكل جو، اللي يعتبر البرنامج الاهم على خريطه البرامج العربيه في رمضان. برنامج مهم انتاجيا والاكثر انتشارا والاكثر مشاهده في شهر رمضان، وهي كانت فرصه اني انا ادخل كل بيت مصري وكل بيت عربي. هذا اكيد راح يفتح لي ابواب جديده وافاق جديده، وهذا جزء من الطموح. سألنا كمان الفنان عبد الله السعيد عن الاعمال اللي بيتابعها في رمضان السنه دي، وايه اكتر عمل لفت نظره؟ اضافه لبعض حلقات رامز، لانه شويه انا قررت في رمضان يعني ما اخذت شغل، ففضلت اني ارتاح بعد موسم ثقيل كنت جدا مرهق. فبديت رمضان برحله للعمره ورجعت من كم يوم، ويعني اشاهد احيانا بعض حلقات رامز، اشوف احيانا بعض حلقات من دبي لندن دبي اللي هو يسمح لي فيها الوقت. حلقات لمسلسل عادل امام اللي هو استاذ رئيس قسم بعضها، فيعني اللي حسب توفر الوقت.